مسلسل سر الباتع مصمم ان هو يتحول من مسلسل بيحكي ملحمة تاريخية وفترة كفاح من الشعب المصري ضد الحملة الفرنسية، الى ان هو كل فترة يأكد لك ان المسلسل قصة وسيناريو وحوار نابليون بونابرت. ما هو معلش يعني كمية الاخطاء ما تطلعش من حد خالص مصري الانتماء. كنت في مشاهد بتفرج عليها على اساس ان الواحد يزود فيها يعزز فيها الانتماء لحب الوطن، وخلاص الدمع اهي، الدمع انا بقص، انا بدات اركز عشان الدمع تفر من عيني في مشاهد الاقي نفسي ان انا عايز اضحك، فاقول يا ربي طب يعني ما انا حاسس ان ليفي كوهين اللي جوه الجاسوس اللي جوايا ده هو السبب، فانا بدات احس ان العيب فيا. فابص الاقي ان كل الناس بتشير البوستات ونفس الفيديوهات وبتضحك، يبقى المشكله مش فينا يا جدعان. انت سبت صبعك ليه؟ اعمل بيه ايه يا صابر؟ ما تقطع خلاص. خده زرعه. هتفينه قصدك؟ لا، ازرعه. ازرع ايه؟ خده بس ازرعه. اسمع الكلام. ادينا زرعناه. بص بص على ايه؟ بص تاني. المشهد بيبدا بان صابر اللي هو هشام الجخ بيقول لحامد اخوه انت سبت صباعك ليه؟ انا محسسني ان هو بيقول له انت ما كنتش سندوتشاتك ليه؟ جيت ليه رجعت البيت وانت ما كنتش سندوتشاتك؟ فقال له انا هعمل بيه ايه يعني؟ الرد يعني انتوا بتزرعوا ايه في الغيط؟ ما هو ده يقفيوني حشيش. الجمل مش راكبه خالص، انتوا بتتكلموا على صباع. بيقول له هعمل بيه ايه؟ ما هو اتقطع خلاص. حضرتك هو انهي صباع؟ يعني الخنصر ولا البنصر؟ عشان خاطر انا خالد يوسف ما ثقش فيه، يعني مع احترام خالد يوسف، بس يعني خالد يوسف تاريخه ما يخليك دايما تعد صوابع ايدك وراه. المهم فقال له هعمل بيه ايه؟ قال له ازرعه بس. انا سمعتها ارزعه، اصل يزرعه ده صباع يعني، فاهم يعني لكل مقام مقال. يعني هي عايزه حد يصفي النيه تماما تماما ويركز في ان هشام الجخ قصده معنى وطني صريح، يعني حاجه كده يعني ليها علاقه بمصر قوي، مصر بس. وان خالد يوسف هو بيكتب او هو بيخرج المشهد ده كانت فئته مصر، ما يتفكرش تاني. يعني حاول ان انت لو انت هتنوي نيه غير دي وانت بتتفرج على المشهد معلش اطفي المشهد، معلش يعني احتراما لمصر ولنيتك عشان احنا في ايام مفترجه. المهم بيقول له خد زراعه. هو قال له ماشي نكمل. قال له هتفينها يعني؟ قال له لا ازرعها. هو انا مش فاهم ايه الفرق يعني، بس ماشي اوكي. النيه، هي النيه بتفرق هنا. يعني حضرتك لما يكون معاك حته من جسمك تمام ورايح تدفنها، لو نيتك وانت رايح تحطها تحت التراب زراعه هتفرق في النتيجه في المحصول. ده اللي قصده عليه هشام الجخ صابر يعني. المهم راح الراجل قال لك ايه يا عم خلينا ورا فراح زرعها. حلو خالص انا معاك وجميل والمعنى بدا يوصل، المعنى يعني ايه هيبدا يوصل، بس حضرتك يعني اللقطه اللي وراها بوظت كل ده. فبيقول له بص كده بص كده حضرتك ايه ده؟ لو نبت شيطاني مش هيطلع بالسرعه دي. محصول ايه اللي بيتلم في لفه كده؟ بص كده، بص الاقيه ما شاء الله ايه طلع بنفس الطول والعرض وبنفس الطقم كمان. حضرتك الجنين يعني ربنا خلق الجنين في 9 شهور، بيقعد في بطن امه 9 شهور عشان يتكون حته شبر كده. نوع السماد حضرتك اللي انتوا بتستخدموه في الارض دي يعني سماد ايه ده؟ وعمره ما هيكون سباغ ده خالص يعني، ده غالبا ده سماد من الفضاء، ده سماد فضائيين. فبيبص تاني خلاص بقى ما يعني ما فرقتش بقى خلاص، هي حته صباع يعني زرعت. احنا عندنا كان في مصر صوابع زينب، فدلوقتي بقى في صوابع حامد، وصوابع حامد اسرع في النتيجه. يعني الحاجه تقعد بقى تعمل في صوابع زينب دي تقعد لها 4 ساعات ولا حاجه وتحطها في القصه. الحاج صابر عمل صوابع حامد في فهمته الا فهمته في ثانيه الا ثانيه. ده الحمد لله يا عم ان الموضوع ده خيال علمي. يعني تخيل كان مصر مش بقت 120 مليون نسمه، ده كنا بقينا 120 مليون في الاتوبيس. شابوه. اخاف. انت لو شايف اللي انا شايفه هتتمنى تبقى مكاني. يا صعب
بعيدا اني شمت في صابر يعني بعد اللي عمله. بس الفكره كلها ان انا اول حاجه جت في بالي، طب ما كان صابر نفع نفسه ومشيها صابر. يعني هو لو فعلا صابر كانت نيته سالكه وما كانش بيسف علينا وبيشتغلنا، او هو كان رافع حاجه هي اللي كانت متولات التوله دي، كان ايه اللي خلاه مدد التمديده دي؟ معلش يعني ما هو كان صابر نفع نفسه صح؟ يعني هو كان المفروض بقى كان بسرعه قال له الحق بسرعه الحقني، اقطع حته من البنكرياس ولا شيل كف ايدي بسرعه وازرعه، الحق اطلع 3 4 صابر قبل ما اموت. لكن صابر حصل له ايه؟ مات. لان ده الطبيعي، يعني ده التصرف الطبيعي، ان احنا مش قطط ولا براس. ده بيتعامل مع حامد على انه برص، اللي هو قطع حته من ديله خلاص هيزرع، اللي هو كل حته في ديله بتتحرك لوحدها وتكمل حياتها عادي. هو بيتعامل كان مع حامد اخوه على انه برص. طب حضرتك وبالنسبه ليك انت ايه الوضع؟ يعني عشان الناس ما تحاولش، يعني المشهد ده انا بشكر المخرج انه في اخر انه بعدين بدا يفكر لا ما هو ممكن الاطفال او اي حد كبير يقول لك اعمل زي حامد، ولو قطع مني حته مزرع، او انا نفسي اقطع لي حته مثلا عادي عقله صباع رجلي كده صغيره مالهاش يعني مش بتخدمني في حاجه مثلا، يعني واخده مكان في الشراب على الفاضي، فيروح يقول لك ايه طب ما انا اقطعها واطلع لي 2 3 حتى يكملوا مع العيال. لو الواحد مثلا ايه، او حتى مثلا اسيب واحد في يعني لو انا مثلا رحت الشغل يبقى في حد في البيت، في راجل في البيت يعني كده، يعني فاهم قصدي؟ فهو كان الناس هتفكر كده. فالمخرج شكله بدا يفكر، قال لك لا ده هتبقى فتنه، هتبقى مصيبه في مصر. فراح قال لك احنا نعمل ايه؟ احنا نقتل صابر. عشان نبين للناس انه كان صابر نفع نفسه ومشيها صابر. اهو حضراتكم، يعني ده كان سحر، دي كانت فقره، دي كانت سياره وكانت مبيته مع صابر وحامد. يعني غالبا صابر تمام قال لك ما اشربش لوحدي فشرب اخوه معاه، فغالبا الغيط ده مزروع حشيش او افيون، او نصه حشيش ونصه افيون. فعشان ياكد لك النقطه دي، عشان الناس ما تعملش زي ما كان الناس بتتفرج على ايه، على مسابقه المحترفين، وفي الاخر يقول لك ايه دونت تراي ذس ات هوم، لا تحاول فعل ذلك في المنزل، عشان الاطفال الصغيرين والناس الكبيره برضه. فهو نفس الكلام، بعد ما وراك المشهد قال لك ما تعملش زي صابر، والدليل على كده انه صابر مات اهو. وهنرجع بالشريط بالمشهد لورا، هتبص تلاقي انه ايه، انه هو لما اتضرب رصاصه من العسكري اللي قدامه بدا يمشي بطريقه اللي هو كأن في حد رمى عليك طوبه من اخر الشارع، تمام؟ فانت عايز تشوف مين اللي عجبه الطوبه دي، مين اللي حدف الطوبه دي يالا. فاللي هو انت ايه عايز تشوف اللي هو لو سمحتوا بس تعالوا كده بس شويه كده بس اشوف مين اللي انتوا تمام، انتوا كويسين. البنادق اللي انتوا ماسكينها دي بنادق رش بتصطادوا بيها عصافير، مش انتوا، انا عارف انه مش انتوا. فهو ماشي بطريقه اللي هو انا بس لو يمين بس شويه كده بس عشان اعرف بس مين اللي حدف الطوبه دي، تمام؟ ويعني انت مش رايح لهم كده، انت بتمشي بالعرض. حضرتك انت بتقيس مسافه، وانت تقريبا هم كانوا جايين يشتروا الارض فانت كنت بتقيسها لهم. في واحد تاني اداك رصاصه، انت كنت ماشي، الرصاصه الاولانيه دي كانت بتجذبك لقدام، الرصاصه الثانيه بدات ايه بقى ترجعك لورا. فغالبا انت كنت حاطط في ودانك سماعات وكنت بتسمع انا رايح فين، انا راجع تاني للاستاذ عمرو دياب. بتخلي اي مشهد بتنزع منه روح الوطنيه، بتنزع منه روح الانتماء، روح حب الوطن، روح المشهد انه يكون الدراما اللي في المشهد. حضرتك بتطلع من جوانا ديفيد شارلي سامحون، بتحسس الواحد وهو بيتفرج وكل شويه كاتم ضحكته، يعني ان هو اللي عيب فيه، ان جوانا جاسوس، مش المشكله فيك او في تقديمك للمشهد، لا ان العيب فينا احنا. اصل احنا عدينا لكم كتير في المسلسل، يعني حضراتكم جبتوا لنا عساكر فرنساويين من الجيزه، استدعيتوا روح الفنان سمير غانم ولبستوه لبس عساكر فرنساويين وفرهدتوا الراجل معانا وقلنا مفيش مشكله. يعني لبستوا العساكر المماليك جزم اديداس معرفش ليه، عشان يبقوا خفاف الحركه ولا خفاف لما يموتوا ولا ايه الظروف. رساله بس لخالد يوسف، كنت راجل مخرج سينما وكنت راجل مركز في منطقه معينه وفئه معينه وجنس معين، مش قصدي حاجه، قصدي ان انت كنت مهتم بالجنس الطبقه الكادحه، مشيها كادحه، وكنت مركز معاه، وكنت يعني ايه اللي خلاك رحت للدراما وايه اللي خلاك تروح ناحيه التاريخ